السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده يا ربي، امين. وان شاء الله كتقضيو هاد الايامات كلها ديال رمضان مزيانه ان شاء الله يا ربي. البنات جيت نشارك معكم هذا لاغوسيت ديال البغيوش اللي صراحه كيجي خفيف وكذلك هشيش، وان شاء الله كنتمنى انه يعجبكم. البنات اللي باقي ما جربوش ان شاء الله يجربوا. كذلك اذا تقدروا تقدموا في الفطور وكذلك في السحور. اذا كنتم مهتمين البنات كملوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله يا ربي يعجبكم، او ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. عندي هنا 450 غرام ديال الدقيق لا فارين العاديه. كذلك عندي هنايا 7 غرام ديال الخميره ديال العجين او الخميره ديال الخبز. عندي هنايا 25 غرام ديال الزبده ان شاء الله من بعد ندوبها. عندي كذلك هنايا قبيصه ديال الملحه ما يعادل 4 غرام، وعندي هنايا السكر ما يعادل 50 غرام. كذلك عندي هنايا جوج بيضات، 100 مليلتر ديال الماء العادي. كذلك عندي البنات 100 مليلتر ديال الحليب. دابا بسم الله على بركه الله غادي نبداو هذا نعجنوا في العجينه، ولا غادي نبداو نوجدوا في العجينه ديالنا ان شاء الله. يا حاجه غنبدا بها ان شاء الله يا رب البنات هما السوائل. غادي ندير السوائل. عندي هنايا الماء، حليب، كنضيف البنات الزبده من بعد ما ذوبتها. كذلك غادي نضيف خميره ديال الخبز. دابا البنات كناخذ واحد البول هذا باش نحرك فيه البيض. بسم الله. غادي نحركهم ما نضيفوا البنات البيض. غادي نحاول نخلط هاد السوائل يتجانسوا مع بعضيتهم، وكذلك هذا باش خمر باش خمسينو باش هذا باش تذوب لي الخميره. من بعد كنزيد هذا البيض. حاولوا تحركوه مزيان حتى كتشوفوا ان لي بهذوره هيدا دابس مزيان، يعني متبقاوش ديك الطروفه ولا الطريفات اللي كيكونوا صغارين. عاد ديك الساعه ان شاء الله كنضيف 50 غرام ديال السكر وقبيصه ديال الملحه ما يعادل هيدا 4 غرام. صافي ان شاء الله غادي نستقيد نخلط فيهم. عاد ديك الساعه ان شاء الله نضيف فيهم هيدا الدقيق. سهله ما عليه، يعني ما كديش معكم الوقت بزاف كما كتشوفوا معايا. لا فارين ضروري البنات ما تكونوا هيدا غربلتوها بعد تضيفوها كما كتشوفوا معايا الخليط هنايا. من بعد ما تخلط مزيان دابا ان شاء الله غادي نبدا هيدا نضيف الدقيق. غتبداو تضيفوا بشويه بشويه وتحركوا. عاد ديك الساعه ان شاء الله في الاخر عاد نبدا ان شاء الله نعجن فيها. غادي نحاول عاوتاني نضيف. بسم الله.
دابا ان شاء الله البنات غادي نحاول هيدا نجمع بيدي. هي ما كتحتاجش البنات تعجنوها بزاف، يعني شويه. دابا ان شاء الله غادي نحط هذا على سطح ديال المطبخ باش نكمل العجينه. غادي نمسح هنايا باش نحط العجينه، كترشوا شويه ديال الدقيق هنا باش نحط العجينه. هي البنات من بعد ما حطيت هيدا على سطح ديال المطبخ ما تعجنوش بزاف، يعني باش ما تعذبكمش، يعني ماشي بحال عجينه الخبز. هي اصلا يعني كتجي خفيفه، ما كتجيش عجينه اللي هي ثقيله. كنحاول نعملها غير هيدا. هيا البنات كتجي خفيفه، كتجي عجينه اللي هي خفيفه. دابا ان شاء الله غادي نحطها في البول وغادي نخليها تخمر مزيان 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 مزيان. تخمر معايا مزيان ديك الساعه ان شاء الله نكمل معكم ان شاء الله يا ربي. غادي نحطها البنات دابا في البول كما كتشوفوا، وغادي نغطي عليه دابا ونتربيتو. غادي نغطي عليه البنات دابا وغادي نخليها تخمر مزيان. حتخمر ان شاء الله وديك الساعه نكملوا من بعد. البنات ما خليتها تخمر مزيان كما كتشوفوا. المهم البنات كما كتشوفوا من بعد ما دهنت هيدا المولدي، دابا ان شاء الله غادي نبدا هيدا نكرس في الكويرات النشا كما كتشوفوا باش صراحه ديال الدقيق. صافي هنا كنحاول انني نهز هاد الكويره اللي هي تكون صغيره، كويرات يكونوا صغارين. نحاول نحط هنايا حاولوا انهم يكونوا كويرات اللي هما صغارين، شكلهم انهم يكونوا شويه صغارين. هاهما البنات من بعد اذا ما شكلت فيهم كويرات متوسطين. صافي دابا ساليت عمرت هذا المولدي. نتوما على حسب المولدي ديالكم، اذا كان صغير كتعملوا هذا الحجم اللي يكونوا كبارين شويه، واذا كان هذا طويل كتعملوا هذا الحجم باش يجي هذا في مولدي مزيان. صافي ان شاء الله دابا كنغطي عليهم وغادي نخليهم ان شاء الله تيخمروا مزيان. هذيك الساعه ندخلهم للفران، كتخليهم هذا يخمروا مزيان حتى كيطلعوا مع المولدي. هذيك الساعه ان شاء الله غادي ندخلهم للفران. بيرو بعد ما قبل ما ندخلهم للفران خصني ضروري ما ندهنهم. صافي البنات ان شاء الله نشارك معكم المراحل كامله. ها هما البنات من بعد عندي هنايا بيضه وحده غادي نديرو هنا شويه ديال الزنجلان. نتوما تقدروا تعملوا اي حاجه بلاصه الزنجلان، يعني ماشي بالضروره تعملوا لهم بالزنجلان، ولا بغيتو تخليهم كما هما كتخليهم كما هما. انا كتعجبني صراحه يعني تكون فيهم شي ديال النكهه ديال الزنجان من الفوق، اولا هذا نزينهم هذا بالزنجلان. صافي البنات دابا ان شاء الله غادي نحطهم في الفران على حرارات اولا على درجه ديال الحراره 160 هكذاك.
من التحت وكذلك من الفوق. صافي ان شاء الله من غيطيبوا غادي نشارك معكم كيفاش كيجيو ان شاء الله يا ربي. وكذلك البنات نسيت حاجه عاوتاني ما قلتهاش لكم، انا في الاول كنت بغيت نصاوبهم هيدا بالشوكولاتي من الداخل، قلت لا في الاخر تشاوت قلت بلاش. يعني ممكن انكم تذوقوا باللي بغيتوا من الداخل، يعني ممكن انكم ديروا ليهم هيدا الشوكولاته، ممكن تعملوا لهم تعملوا فيهم هيدا الجبن شويه ديال الجبن كما قلت لكم مع شويه ديال الاوريغانو. صراحه كذلك يجيو هيدا زوينين بزاف. صافي دابا ان شاء الله غادي ندخلهم الفران، من بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش كيجي الريزولطات ديالو. هو البنات اللي بغيوش من بعد ما خرجتهم من الفران صراحه كيجي هشيش وكذلك خفيف ولذيذ، صراحه زوين بزاف. اذا البنات اللي باقي ما جربوش ان شاء الله يجربوا، من اول تجربه ان شاء الله غيصدق معكم زوين. وكما قلت لكم في اول فيديو ممكن تحضروا للسحور وكذلك للفطور. هنايا البنات قطعت لكم هذا طريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. صراحه كيجي لذيذ بزاف، وكما قلت لكم يعني صراحه كيجي لذيذ اكثر اذا عمرتوا بشي حاجه من الداخل. هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى ان الفيديو ديالي ونال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.